والله شوري انا مستغربه يعني انه ليه الناس لما بروح اقول لهم حطوا بذور الكتان على الزبادي. انت اللي مستغربه بذور كتان ايه اللي هنحطها على الزبادي؟ انا مش انا معلوماتي الوحيده عن بذور الكتان ان الشباب بيجيبوها علشان يعملوا شعرهم كيرلي زي حزلقوم كده. او بذور الشيا على الميه وعصروا عليها ليمون، او استخدموا بذور اليقطين بدل اللب العادي. انا بس اللي مستغربه الثقه اللي بتتكلم بيها ان الحاجات دي عاديه جدا، يعني بالتالي الحاجات دي لو موجوده في بيت اقدر جدا اطحنهم واعمل بيهم عمل لحد، يعني ابدا احطهم في جواب كده مثلا واحطهم تحت الثلاجه علشان ما اقربش منها بعد الساعه 12 لو اجوع مثلا ولا حاجه، او ادوبهم في ميه زي ما هي بتقول وابدا ارشهم على باب الشقه كده، واي حد يخش بقى باب الشقه دي يبدا يخس. بيقولوا يا دكتور الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده، واحنا كرهنا الحياه الصحيه، مع انه حتى كمان في المورينجا والاشواجندا لسه عايزه اكلمهم في الموضوع ده. قالب بروباجندا. هتجيب مريندا واشواجان. انا معلوماتي المريندا دي اللي بتتشرب، مورينجا دي اللي زي اللارنج اللي هو شبه البرتقال بتاع زمان بس من جوه احمر، اعشاب صينيه. كفايه لحد كده، انا مش فاهم ولا بورينجا ولا اشواجندا عشان انا مخي بدا يهنج وبيقول لي طلعني من محل العطاره اللي انت دخلته ده. شكرا ليك كدكتور التغذيه على النصيحه الجميله دلوقتي، بس انا هقوم هضرب احلى سندوتش برجر اول ما الحلقه دي تخلص، وهجيبه كسترا تشيز كسترا موتزاريلا، والبرجر من جوه محشي جبنه بموتزاريلا ستيكس بتمط كده وبتشد كده، فاهمه قصدي؟ كنت لما اقول مشاكلي الناس بينفضولي، طب حد عنده حل يقولولي مش ضروري، لكن دلوقتي بقول شور علينا شوري شور.